يلا بسم الله نبدأ. توجد علاقة بين العبارة المقابلة نقرأ كده العبارة: عندما استفحلت الدولة الوهابية، يعني كبرت وتوحشت وفرضت نفسها، أنقذت تركيا لإخمادها حملات عديدة، أو أنفذت تركيا لإخمادها حملات عدة رجعت بالخيبة. يعني تركيا بدأت اللي هي تبعت حملة ورا التانية ورا التالتة عشان تقدر تخمد الثورة دي، بس ما نفعتش، وتعطلت شعائر الحج، ووقع الشك في مقدرة السلطان على الاطلاع بمهامه أو بمهمة حامي الحرمين الشريفين. يبقى أنا دلوقتي من الفقرة دي قدرت اللي أنا استنتج إن الدولة العثمانية كانت ضعيفة، بعتت أكتر من حملة عشان تقدر على الحركة الوهابية وفشلت في ده. في علاقة بقى ما بين الكلام ده وإيه؟ توطيد مركز الوالي في مصر. ليه؟ لأن دي إحنا بنتكلم عليها الحروب الوهابية اللي دخلها محمد علي وقدر ينتصر فيها، ولما انتصر مكانته عليت وما أصبحش مجرد والي عادي. ارتبطت الحروب الوهابية التي خاضتها مصر بناء على طلب السلطان العثماني بأي مما يلي: إعادة النظر في البناء العسكري للدولة. اشمعنى يعني؟ قال عشان بناء الأسطول. يعني قبل أصلا ما الحروب الوهابية ما تتم، مصر ما كانش عندها أسطول مستقل، او ما كانش عندنا اسطول بالمفهوم الحديث. محمد علي اضطر اللي هو لما يروح يهاجم الحركة الوهابية كان لازم يكون عنده اسطول عشان يقدر ينقل المؤن والبضائع والذخائر، حتى كمان الجنود، لمنطقة شبه الجزيرة العربية. فده نقدر نسميه إعادة النظر في البناء العسكري للدولة. جايب لي هنا بقى ايه؟ خريطة، وبيقول لي: الخريطة التي أمامك تمثل منطقة الشرق الأوسط كجزء من الدولة العثمانية، والتي أدت حروب محمد علي لصالح السلطان بها إلى إيه؟ يعني دي الدولة العثمانية في أقصى اتساع ليها. فبقول لك محمد علي لما دخل حروب بناء على طلب السلطان العثماني، ده أدى لإيه؟ طبعا هو هنا بيتكلم على من خلال الاختيارات اللي عندي. يعني أنا هسيبك أنت تقرأ الاختيارات، وبعد كده هقول لك الإجابة وهقول لك أنا اخترتها ليه. الإجابة هتكون ارتفاع المكانة الدينية لمصر. إيش معنى؟ حربين دخلهم محمد علي بناء على السلطان العثماني: حروب الوهابية وحروب المورة بتاعت اليونان. لما تيجي تبص هنا مش هتلاقي في حاجة ميالة لحروب اليونان، لكن ارتفاع المكانة الدينية دي نتيجة متوقعة من ان محمد علي سيطر على منطقة شبه الجزيرة العربية، فخد مشيخة الحرم المكي، فبالتالي مكانته الدينية ارتفعت. أدى نجاح محمد علي في الحروب الوهابية إلى إيه؟ دعم مكانته بمصر، يعني أصبح والي مستقل وشأنه ارتفع جدا. إن حروب محمد علي باشا هي التي مكنته من تحقيق استقلالها القومي، ولولا تلك الحروب لما تكون ذلك الاستقلال. فضول العبارة دي: كانت أبرز نتائج حروب محمد علي بشبه الجزيرة العربية، يا ترى إيه؟ اكتساب محمد علي ثقة السلطان. في كده كلمة قلتها لكم كده في الشرح واحنا بنقول: أصبح محمد علي الذراع العسكري للدولة العثمانية. يعني السلطان العثماني شاف إن محمد قوي قوي عسكريا، عنده قوة ذاتية، عنده أسلحة، عنده أسطول وعنده جنود. فبدأت الدولة العثمانية لما شافت إن هي ضعيفة ومش قادرة اللي هي تخمد ثورات، أو مش قادرة اللي هي تفرض سيطرتها على بعض الولايات، كانت بتعتمد اعتماد كبير على مين؟ على محمد علي. وده كده معناه إن أنا قدرت إن أنا أكتسب ثقة السلطان. نزل هذا المصاب بأهل الحجاز، وهم الذين عبروا البحر الأحمر قبل سنوات قليلة يشاركون أهل مصر الجهاد ضد الحملة الفرنسية. فإن أوامر اسطنبول كانت استخلاص الحرمين من الوهابيين. العبارة دي تدحض حقيقة إيه؟ كلمة تدحض يعني تنفي أو مش متوافقة. يعني من خلال الفقرة دي ايه الكلام، او الراجل هنا عايز يسألنا على ايه؟ الراجل هنا بيقول لي ان اهل الحجاز نزلت عليهم مصيبة، نزلت عليهم كارثة، مع ان اهل الحجاز دول هم جزء منهم عبر للبحر الاحمر وكان بيساند المصريين في ثورتهم او في دفاعهم عن نفسهم ضد الحملة الفرنسية. فيا ترى الكلام لكن طبعا اوامر الدولة العثمانية: روح هناك. هو بيتكلم هنا طبعا على محمد علي: روح هناك واستخلص الحرمين الشريفين من ايدي الناس اللي كانت مسيطرة عليه. طبعا خد بالك ان احنا هنا بنتكلم على الحرب الوهابية، وبنتكلم ان الدولة العثمانية طلعت اوامر لمحمد علي ان هو يروح يقضي على الحركة دي تماما. فلما هتيجي تبص هنا للاختيارات:
هتلاقي ان انسب اجابة هي الاولانية، رغبة محمد علي في تكوين رابطة عربية. لما هتبص على باقي الاجابات، سعي محمد علي ان يكون الساعد الايمن للسلطان. محمد علي ما كانش بيسعى لده، ومحمد علي كان السلطان بيأمره، فمحمد علي بيقول لك طب خلاص انا مش عايز اعاديه، انا عايز ان انا اثبت حكمه في مصر، فكان بيسمع كلامه. اعتبار جيش مصر جزء من جيش الدولة العثمانية، اكيد طبعا لا، لان محمد علي اشتغل في مصر بشكل منفرد، يعني ما خدش حاجة من الدولة العثمانية عشان يقول ان انا ممكن اساعدها. محمد علي بنى القوة الذاتية بتاعته بدماغه هو وبمجهوده. بروز القومية العربية الإسلامية بشبه الجزيرة العربية، كلمة بروز يعني وضوح. القومية العربية يعني محمد علي شاف إن إحنا عرب، فإحنا كلنا أصلنا عربي، فالمفروض إن أنا بدافع عن العرب. طبعا هو الموضوع هنا ملوش علاقة بالدفاع عن العرب والدليل. طب ما هو محمد بن عبد الوهاب آل سعود ده كان إيه؟ كان أجنبي؟ ما هو كان عربي. فهتبص هتلاقي كده بالاستبعاد، هتلاقي أول واحدة رغبة محمد علي في تكوين الرابطة العربية. طيب في عندنا هنا مقولة بيقول لك: أي من الحروب التالية التي خاضها محمد علي يخرج الهدف منها على تحقيق ما ورد في النص؟ تكوين الرابطة العربية حلم ضار بخلد محمد علي على تقوية جبهته ضد الدولة العثمانية. بالإضافة لذلك سعى لتأمين المجال الحيوي لمصر، وخاصة من أجل ذلك دخل من أجل ذلك العديد من غمار الحروب. يبقى هنا الفقرة دي بتكلمني عن الحروب اللي دخلها محمد علي علشان يقدر يكون حلم الرابطة العربية، يعني يبقى عنده مجموعة من الدول كده يبقى مسيطر عليهم عشان يواجه الدولة العثمانية. هتلاقي اللي يخرج عن الكلام ده كله اليونان. طبعا لا اليونان بتتكلم لغة عربية، ولا اليونان تابعة للإقليم بتاعنا، ولا بعد استراتيجي لمصر، ولا محمد علي أصلا كان هدفه اللي هو يضمها. هو كان رايح بس بناء على طلب السلطان العثماني مش أكتر. في ضوء دراستك حدد أصبح لمصر مقعد في نقاشات الأزمات الدولية لأول مرة في عهد محمد علي بفضل إيه؟ بفضل اكتساب الخبرات العسكرية باليونان. الجملة دي معناها حروب محمد علي في اليونان. لما محمد علي خسر هناك واتدمر الأسطول بتاعه، دول أوروبا تكتلت ضده وقعدت معاه عشان تقنع إن هو يخرج من اليونان عن طريق التفاوض المباشر. طبعا النقطة دي احنا عرفنا إن هي عكرت الصفو ما بين الدولة العثمانية وما بين محمد علي، لأن المفروض أوروبا لما تحب تقعد مع مين؟ مع السلطان، فقعدت مع محمد علي. طبعا احنا عارفين النتائج اللي ترتبت النهائية كانت كلها في صالح محمد علي، على الرغم ان هو خسر. بس طبعا من الإجابة اللي احنا خدناها دي اكتساب الخبرات العسكرية في اليونان، خصوصا للجنود المصريين اللي هيعتمد عليهم في الحروب اللي بعد كده. بدأت الدول الأوروبية تتعامل مع محمد علي على اعتبار أن مصر دولة صاحبة قرار، ده من خلال التفاوض معه لإنهاء حرب اليونان. وده لأن قبل حرب اليونان كانت السياسة الخارجية بتاعتنا تابعة للدولة العثمانية في السلم والحرب. فلما دول أوروبا تقعد مع محمد علي وتخليه يمضي اتفاقية عشان يخرج من اليونان، ده كده معناه إيه؟ ده معناه إن الدول الأوروبية شايفة محمد علي راجل صاحب قرار، وراجل عنده قوة عسكرية وقوة سياسية، فاحنا بنحترمه، فاحنا هنمضي معاه اتفاقية. من خلال العبارة المقابلة، كان الهدف المهيمن على محمد علي أثناء حروب اليونان هو إيه؟ نقرأ كده الفقرة: قام أسطول التحالف الأوروبي باعتراض الأسطول العثماني المصري في نافارين. نافارين دي يا جماعة المعركة اللي اتحطم فيها الأسطول المصري هناك في أوروبا، وانتهت بتدمير الأسطول العثماني المصري. فمن خلال العبارة دي كان الهدف المهيمن على محمد علي أثناء حروب اليونان إيه؟ الهدف بقى إن محمد علي يعني دخل حروب اليونان وخسر بقى المعركة بتاعته، فالفكرة اللي سيطرت عليه إيه؟ التخلص من تبعية الدولة العثمانية، لأنه حس إن هو خسر هناك. وطبعا أنت عرفت فيما بعد اللي هو ما خدش مقابل خسارته ده، كان نفسه اللي هو ياخد الشام، بس طبعا السلطان العثماني اديله جزيرة كريت. بالإضافة اللي زود بقى جوه محمد علي فكرة إن أنا عايز بقى أنفصل وأتخلص من التبعية دي، إن دول أوروبا احترمت محمد علي وقعدت معاه في التفاوض المباشر. فعشان كده بدأ محمد علي يفكر في فكرة إنه يتخلص من التبعية العثمانية بشكل مباشر. سعى محمد علي بشتى الطرق لاستكمال الرابطة العربية، لكن تواجده في أي من المناطق التالية يخرج عن ذلك. المورة ملهاش علاقة بالبعد الجغرافي بتاعنا، وملهاش علاقة بالرابطة العربية. كانت إحدى النتائج المباشرة لحروب محمد علي في مياه البحر المتوسط. مياه البحر المتوسط إيه اللي حصل؟
مصر بحر المتوسط اليونان، يبقى انت كده بتتكلم على حروب اليونان. النتائج بقى المباشرة لده كانت ايه؟ تغيير اوضاع السياسة تجاه السلطان العثماني. تغيير اوضاعه السياسية تجاه السلطان العثماني. ليه؟ لان بعد الحرب دي ارتفعت مكانة مصر الدولية، فبعدها أصبح محمد علي بيفكر في نفسه الاستقلال بشكل كامل، ودخل بقى الحروب اللي احنا عارفينها اللي هي بناء على رغبته هو، سواء في السودان أو في الشام. تكتلت الدول الأوروبية ضد محمد علي بسبب مشاركته في حرب اليونان. العامل المشترك بين نتائج حرب اليونان ونتائج تطبيق تصفية لندن أي مما يلي. السؤال ده بقى مهم، وهقول لك إجابتك وهقول له ليه. تأثير القوى البحرية أو تأثر القوى البحرية لمصر. اشمعنى؟ نتائج حرب اليونان احنا قلنا في معركة فوق هنا لسه قايلينها، معركة اسمها نافارين. المعركة دي اتدمر فيها الأسطول المصري، فالأسطول هنا اتدمر. طب من ضمن نتائج كمان تسوية لندن ايه؟ ان الأسطول المصري أصبح جزء من الدولة العثمانية، يعني ما بقاش ملك لمصر. يعني الدولة العثمانية لو دخلت أي حروب تكلم حاكم مصري، يطلع بقى مين هو؟ يطلع محمد علي، يطلع واحد من أبنائه ومن أحفاده. أصبح الأسطول ده جزء من الدولة العثمانية، فطبعا اتأثرت القوة البحرية لمصر. وطبعا ده انت هتعرفه فيما بعد في الدروس اللي جاية في سقوط نظام الاحتكار. طيب يلا نكمل كده السؤال اللي بعد منه. بيقول لك استجاب محمد علي لطلب السلطان العثماني وأرسل أسطول البحر بقيادة ابنه إبراهيم لقمع الثورة اليونانية، وفي نفسه رغبة دفينة. في ضوء العبارة السابقة أجب: لم يحصل محمد علي على رغبته من حروب اليونان، ولكن كانت لها آثار إيجابية تمثلت في إيه؟ اختبار قدرته العسكرية أمام الجيوش الأوروبية، خصوصا إن الجيش بتاعنا هو اللي اشترك في ده، اللي هو الجنود المصريين يعني. نستثنى من أساليب وأدوات التبعية التي استخدمها السلطان العثماني في إخضاع الحركات الانفصالية بالنصف الثاني من القرن الثمنتاشر اللي هو علي بيك الكبير، والنصف الأول من القرن التسعتاشر اللي هي الحركة الوهابية. يستثنى إيه بقى؟ المفاوضات السلمية مع قادة الحركات. يعني السلطان العثماني سواء في حركة علي بيك الكبير أو الحروب الوهابية ما استخدمش الطرق السلمية اللي هو مفاوضات عشان ينهي الحركة، لا، استخدم العنف مع الحركة الوهابية، واستخدم المؤامرات والدسائس مع علي بيك الكبير لما محمد بيك أبو الدهب قدر يستميل السلطان العثماني وخان علي بيك الكبير. اعتمد محمد علي في أول حروب خاضها خارج المنطقة العربية على جيش تشكل جنوده من المصريين، والمقصود هنا بالجنود دي اللي هم اليونان. نتج عن تقدم الجيش المصري أوائل القرن 19 نحو جنوب القارة الأوروبية، نتج عن ده إيه؟ ظهور الشخصية المصرية المستقلة. وطبعا احنا فسرنا يعني ايه ظهور الشخصية المستقلة، على أساس ان هو محمد علي مضى الاتفاقية ما بينه وما بين أوروبا على طول دون الرجوع للدولة العثمانية. يستدل على أن محمد علي كان نموذج للدبلوماسي الناجح من خلال قيامه بإيه؟ تعميق الروابط المصرية السودانية. يعني محمد علي السودان بالتحديد لما راح لها هو ما اعتبرهاش اللي هو راح هناك يحارب دولة ويضم شعبها لشعبه وانه يحصل اي مشاكل ما بينه، لا، هو اعتبر ان مصر امتداد، ان السودان امتداد طبيعي لمصر من ناحية الجنوب. وده طبعا ده احنا شفناه لما هو زود العلاقات ما بين مصر وما بين السودان، ان هو ضم اجزاء ضخمة جدا من اراضي السودان وسماهم السودان وعمل لهم مدن. طبعا احنا ما سمعناش ان محمد علي عمل الكلام ده في اي دولة تانية قدر اللي هو يحط ايده عليها. عرفنا كمان الكلام ده كله من خلال البعثات التعليمية والمنح اللي كان بيديها. فده كده معناه ان ده راجل دبلوماسي قدر اللي هو يكسب اهالي السودان على اعتبار ان مصر والسودان جزء واحد وارض واحد ونهر نيل واحد. طيب اي من الحروب التي خاضها محمد علي زادت من قدرته الشرائية ان هو يقدر يشتري السودان. ليه؟ هناك مناجم الذهب والماس، وكان عندك من ضمن الأسباب اللي راح محمد علي يفتح بها السودان أن ياخد الذهب والماس ليه يقدر يخدم خدمة المجال التجاري، لأن دي كانت العملات اللي كان بيتم التداول بها في الوقت ده. كانت إحدى الذرائع وراء رغبة محمد علي التوسعية في الجنوب. إحدى الذرائع، ذريعة يعني حجة، الانقضاض على بقايا منازعيه على الحكم اللي هو المقصود بيهم المماليك الفارين أو الهاربين من مذبحة القلعة.
فهو خد ده ذريعة عشان يروح هناك يفتح أو يضم السودان. من خلال تحليل النص المقابل تنطبق هذه السياسة على محمد علي بمصر بعد إيه؟ هنا بقى هنقرأ الفقرة. استدعى الملك تحتمس الثالث أبناء أمراء الأقاليم الآسيوية بعد توسعه في هذه المناطق وضمها لطيبة عاصمة مصر في ذلك الوقت ليتعلموا في مدارسها العادات والتقاليد المصرية. بس كده انت مش محتاج تكمل. هو هنا جايب لك ملك مصري فرعوني، الملك ده عمل الإجراءات دي مع ملوك قارة آسيا. مين شبيهه عندنا؟ شبيه محمد علي لما أمن المجال الجنوبي المصري اللي هو السودان، وراح هناك عمل نفس الإجراء، خد أبناء الزعماء اللي هناك وعلمهم في مصر، ادى منح هناك، جاب بعض السودانيين واداهم منح عندنا في مصر عشان يدرسوا العلوم الزراعية. خد بعض السودانيين اللي هناك عشان ياخدوا إخوانهم المصريين ويروحوا يتعلموا بره هما الاتنين في البعثات. فتقريبا نفس الفكرة بتتكرر هنا ما بين الملك المصري ومحمد علي. استفادت الزراعة في مصر نتيجة الحروب محمد علي في أي من المناطق الآتية؟ السودان، لأن طبعا لما أنت تضم أراضي أكبر من السودان فده معناه أن أنت عندك كمية أكبر من مياه نهر النيل، عندك المدن اللي بناها محمد علي على النيل الأزرق زي كسلة، فده معناه أن محمد علي قدر يوصل لأجزاء ضخمة جدا من نهر النيل، وده كده نقدر نسميه كده بلغتنا وده هتشوفه كمان شوية الأمن القومي المائي، ان هو قدر يحافظ على المية بتاعت نهر النيل وبالتالي يقدر يوفرها للزراعة. يعتبر محمد علي اول من اهتم بيه قضية الامن المائي المصري لما راح ضم السودان وقدر يكتشف بقى زي النيل الازرق والمناطق البعيدة دي اللي كانت ضمن اجزاء نهر النيل. وطبعا الراجل ده كان بعيد النظرة، كان عارف ان مصر بلد زراعية وهو بيعتمد على الزراعة عشان يقدر يأكل شعبه ويصدر الباقي ويزرع القطن، فطبعا كان من ضمن اهتماماته انه يقدر يأمن نهر النيل عن طريق ان هو لما فتح بلاد السودان. تمثلت اخر خطوات محمد علي للقضاء على المماليك توسعاته لخدمة المجال الحيوي جنوبا اللي هي المقصود بها حروب السودان، لما راح هناك قضى على البقايا بتوع المماليك، فبالتالي شكرا مش هتسمع كلمة مماليك دول تاني نهائي. حصلت مصر على مميزات اقتصادية متعددة نتيجة ضم السودان، لأنه خد الذهب وخد الماس ونشط التجارة اللي موجودة هناك، وضم طبعا أجزاء أطول وأضخم جدا من نهر النيل، وعرفنا الكلام ده كله طبعا ده كله هيصب في مصلحة الاقتصاد المصري. في ضوء العبارة المقابلة أجب: هدف محمد علي من وحدة أجزاء السودان وإعادة تنظيمها إداريا إلى إيه؟ هتبص تلاقي الإجابات، هو بس في معلش عذرا يعني إن الإجابة الأخيرة المفروض هي تبقى الصح، بس في كده كلمة هنغيرها، بدل كلمة تدعيم السيادة المصرية بأراضيها هتبقى تدعيم السيادة المصرية هناك. هناك دي اللي هي المقصود بها السودان، يعني إن هو هقدر أوحد السودان تحت كيان واحد، وهقدر اللي أنا أظبط أموري هناك وأنظم إداريا ليه عشان أقدر أسيطر. يعني بدل ما يكون هناك قبائل متفرقة على النهر وقبائل هنا وقبائل هنا، صعب ان انا اقدر اسيطر. لكن لما اضمهم في كيان واحد واعمل مدن واعمل طرق واعمل كذا واقسمهم اداريا، فهيبقى سهولة السيطرة عليهم بالنسبة لمصر هتبقى احسن بكتير. ترتب على توسعات محمد علي لخدمة المجال الحيوي الجنوبي لمصر اندماج السودان في كيان سياسي واحد، يعني اصبحت مصر والسودان دولة واحدة بنهر النيل واحد زي ما احنا شرحنا في الحصص بتاعتنا. في 1821 كتب قائد الحملة لمحمد علي يخبره بكمية الضرائب التي تم جمعها من أهالي البلاد التي فتحوها، رد قائلا عليه أن تولي اهتمامه بجمع الرجال لا بجمع المال. تشير المعلومات الواردة في الوثيقة السابقة إلى أي من المناطق التي ضمها محمد علي. يبقى هنا الراجل بيتكلم ان في واحد بيكلم محمد علي او القائد بتاعه اللي احنا جمعنا كمية ضرائب ضخمة جدا وكبيرة قوي. امتى؟ في 1821، يعني الراجل هنا محددها لك. و1821 دي فانت بتتكلم على فتح السودان، يبقى احنا بنتكلم على هنا السودان. يبقى الهدف بقى لما نيجي نعيد بقى صياغة السؤال ان محمد علي كلم القائد بتاعه وقال له ما يهمنيش قوي جمع الضرائب منهم على قد ما يهمني جمع الرجال لنقطة التجنيد.
فكان لما قلنا تم تجنيد السودانيين في البداية، أو محمد علي هنا بقى في اللقطة دي أو في المقولة دي كان يقصد بيها سيبك من الضرائب دلوقتي، أنا محتاجك تجمع لي الرجال عشان طبعا فكرة التجنيد. نتج عن توسعات محمد علي لخدمة المجال الحيوي لمصر من ناحية الجنوب التطوير المعماري على النيل الأزرق، وبالتحديد بناء مدينة كسلة. طبعا خد بالك، أنا عشان أنت ما تزهقش أنا بختار لك الإجابة على طول وبقنعك بيها. لما هتيجي تبص بقى في الواجب وأنت بتحله هتلاقي إن بقى الاختيارات ما تنفعش. ارتبط اهتمام محمد علي بأحوال الزراعة في السودان بإيه؟ بتقدم التعليم المصري، لأن محمد علي كان بيدي منح للسودانيين يروحوا يدرسوا عندنا في مصر، فده طبعا معناها كده ايه تقدم للتعليم المصري، وده اللي زود هناك فكرة ان الزراعة هناك تبقى كتير وزيادة في السودان بعد ما ضمها لحكم مصر. إنشاء محمد علي لمدينة الخرطوم ومدينة كسلة. في ضوء العبارة السابقة، هدف محمد علي من إنشاء المدن الحديثة بالسودان على إيه؟ تدعيم الحكم المركزي للسودان، وده طبعا لسهولة السيطرة. لسه قايل لك من شوية ان طبعا السودان كانت عبارة عن قبائل، فلما ابني مدن جديدة اقدر ان انا اسيطر هناك في السودان. تشابهت حروب محمد علي بالسودان مع حروب المورا في ايه؟ تحقيق نتائج ايجابية لمصر، ان لما ضم السودان اصبحنا قطعة واحدة، استفدنا من النشاط الاقتصادي وتنمية التجارة، تجنيد السودانيين. الناحية التانية في حروب المورا كانت النتائج النهائية لصالح محمد علي، ظهرت شخصية مصر الدولية. لما جندنا المصريين شوفنا ده وخدوا خبرات ميدانية، فطبعا الاتنين كان فيهم حاجات إيجابية لمصر. أكد محمد علي في سياسته بالسودان على وحدة النيل من خلال إيه؟ توفير فرص عادلة للتعليم عن طريق البعثات اللي هو كان بيعملها للسودانيين مع المصريين. حقق محمد علي بعد فتح السودان ترسيخ فكرة المساواة بين أبناء وادي النيل، وده ظهر من خلال إيه؟ أيوة، إرسال السودانيين في بعثات للخارج. أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمة. يعني لما أنت تدير أمة فيها جهل ما فيهاش تعليم، ده هيبقى الموضوع سلس بسيط يعني. في ضوء العبارة، لم تقم استراتيجية محمد علي في السودان على هذا المبدأ، وبهدف إيه بقى؟ تعميق الترابط الفكري بين الشعبين. محمد علي، أو أنا هفصل لك السؤال بشكل كامل بقى دلوقتي، إن أنت لما تيجي تحكم شعب جاهل ده يبقى بالنسبة لك حلو، الناس أقصى طموحها لا تاكل وتشرب وخلاص والدنيا تبقى تمام، مش متعلمين ما يعرفوش حقوقهم وواجباتهم. هل محمد علي طبق ده في السودان؟ لا، ده خالف الكلام ده كله، والدليل انه عمق الترابط الفكري بين الشعبين عن طريق البعثات التعليميه، ان هم يجي يدرسوا عندنا وان احنا ناخدهم معانا ونروح نسافر نتعلم احنا الاتنين مع بعض. تشابهت نتائج توسعات محمد علي بالسودان والشام في ايه؟ زياده عدد افراد الجيش، لان محمد علي لما راح الشام جند الناس اللي هناك، ومحمد علي لما نزل السودان خد افراد معاه في الجيش زي ما احنا معرفنا. انفردت السودان عن مصر في توجهات محمد علي الإصلاحية بإيه؟ تدعيم المناطق الحضارية زي بناء المدن الجديدة. يعني السودان محمد علي لما جه عمل فيها حاجات ما عملهاش في مصر. يعني انت مثلا من خلال دراستك لمحمد علي، من خلال وجوده عندك في المنهج، انت ما درستش ان محمد علي بنى مدن جديدة، لكن او مدن حضارية جديدة بقى فيها تطور والكلام ده كله. لكن لما راح هناك في السودان لا، عمل الكلام ده طبعا لان مصر ما كانتش محتاجة، لان مصر لما تم استلامها محمد علي كانت لا دولة ومدن وقرى وشوارع وحارات، كان الكلام ده كله موجود. لكن طبعا لما راح محمد علي هناك لقى الموضوع ده مفتقد مفيش، فعلشان كده محمد علي بنى المدن الجديدة اللي هناك، ده اللي احنا نقدر نسميه تدعيم المناطق الحضارية، اللي هو يزودها يعني. توجد علاقة بين رغبة محمد علي في ضم السودان والتخلص من بقايا منافسيه اللي هي المقصود به المماليك. توجه محمد علي لضم السودان توجه الحملة الفرنسية نحو بلاد البحر الأحمر. يربط بين الحدثين السابقين إيه؟ كونهما منفذ للبضائع المصرية. طبعا الحملة الفرنسية لما لقت نفسها تدمر الأسطول من الشمال حاولت تروح لمدن أو لبلاد البحر الأحمر عشان تبيع تجارة. طب ومحمد علي لما راح هناك في السودان ده من ضمن أهدافه تنشيط التجارة. فين التشابه؟
تعددت أهداف محمد علي من التوسع جهة الجنوب، ومنها دعم الاقتصاد المصري عن طريق طبعا الذهب والماس وتنشيط التجارة. يدل أي من إجراءات محمد علي اعتبار السودان جزء من الشعب المصري. أيوة، مشاركة أبناء الزعماء في البعثات. أمامك صورة لمشاركة الطلاب السودانيين في البعثات التعليمية حديثا. كان غرض محمد علي من ذلك مشاركة السودانيين مع المصريين. الهدف من ده كان إيه بقى؟ ترسيخ فكرة المساواة بين أبناء وادي النيل. كلمة المساواة، أو ممكن أجيب لك كمان كلمة تانية اسمها المواطنة، الاتنين هيقضي نفس الغرض عندي هنا في السؤال. تعد أول الحروب التي خاضها محمد علي لخدمة المجال الحيوي لمصر. أول حرب خاضها بتفكيره أو بمزاجه أو رغبته كانت السودان. أدرك محمد علي أهمية التماسك المجتمعي بعد ضم السودان، فعمل على إيه؟ توحيد أجزاء السودان. واحنا اتفقنا ان السودان قبل كده ما كانتش موحدة، هو اللي وحدها وتحت كلمة السودان، وبنى مدينة الخرطوم وكسلة وهكذا زي ما انت عارف. تشابهت الاتجاهات العسكرية لمحمد علي بالقارة الإفريقية وجنوب أوروبا من خلال إيه؟ هتيجي تبص على باقي الاختيارات هتلاقي إن الاختيار المناسب تغطية النتائج الإيجابية على السلبية. يعني محمد علي لما راح هناك لقارة أفريقيا بالتحديد في السودان، ولما راح لجنوب أوروبا بالتحديد في بلاد المورا أو اليونان، في نتائج سلبية واجهها. طيب نقدر نقول محمد علي كسب إيه من الاتجاهات دي؟ كسب حاجات إيجابية. يعني مثلا على سبيل المثال في السودان، هناك على الرغم ان هو راح جند السودانيين فهو خسر لان الناس دي ماتت، فدي نقطة سلبية. بس على الجانب التاني قدر انه يأمن البعد الاستراتيجي لمصر اللي هو الجنوب. قدر يكسب البعد المائي لمصر لما وصل للنيل الأزرق وهكذا. قدر اللي هو ياخد الماس والذهب وينشط التجارة، فدي نقطة إيجابية. الناحية التانية في بلاد اليونان النتائج النهائية كانت في صالحه على الرغم ان هو خسر، بس ارتفعت مكانته الدولية. مضى اتفاقية مع أوروبا، بدأت شخصية مصر الاستقلالية تظهر. فخد بالك من السؤال وازاي تقدر تفكر فيه وازاي تقدر تستبعد وتجيب الإجابة بتاعتك الصح. محمد بن عبد الوهاب، علي بيك الكبير، محمد علي، أهالي المورا، يتمثل القاسم المشترك بينهما في إيه أو بينهم في إيه؟ جايب لي هنا بقى 4 حاجات: ثورة، علي بيك الكبير، محمد علي، محمد بن عبد الوهاب، آل سعود. اربط كده الأحداث دي كلها مع بعض وبص كده على الاختيارات اللي عندك. هتلاقي ان اللي ينفع مع كل دول القاسم المشترك ما بينهم. وخد بالك اتعلم النقطة اللي جاية دي بقى. قاسم مشترك يعني انت هتاخد الإجابة رقم ألف وتشوفها انطبقت على ال4 نقط. لو انطبقت هي دي الإجابة. طب لو واحدة بس خرجت منهم، أنا آسف كده إجابتك مش هتبقى صح. فهتلاقي الإجابة الصح هنا رفضهم الدوران في فلك الدولة العثمانية. المقصود هنا بالجملة دي إيه؟ كلمة فلك يعني مدار، زي كده ما الأرض بتلف حوالين الشمس في مدار محدد. هنا الناس دول رفضوا إن هم يلفوا حوالين الدولة العثمانية، يعني بمعنى أدق رفضوا إن هم يكونوا تابعين للدولة العثمانية. فخد بالك من المصطلح الجديد ده، رفضهم الدوران في فلك الدولة العثمانية. كان موقف روسيا من توسعات محمد علي في الشام والأناضول قبل تسوية لندن 1840 في صالح مين؟ طبعا في صالح السلطان العثماني، اللي هي المعاهدة الدفاعية الهجومية اللي كانت ما بين روسيا والدولة العثمانية. فأكيد الكلام ده كله هيصب في مصلحة الدولة العثمانية. نخسر ممتلكاتنا بحق عندما نطمع بممتلكات غيرنا. تنطبق المقولة السابقة على موقف محمد علي من مين؟ التوسع بدم الشام والأناضول. طبعا محمد علي لما بدأ يتوسع في منطقة الشام والأناضول احنا عرفنا في النهاية كانت النتائج كارثية عليه، لأنه زاد قوته وده عمل خطر على التوازن الدولي، وبالتالي دول أوروبا وبالتحديد إنجلترا يعني فرضت عليه معاهدة لندن فخسر كل أملاكه. أي من المشاهد الآتية يؤكد على تطبيق مبدأ المواطنة بولايات الدولة العثمانية؟ رفض والي عكا تسليم الفلاحين المصريين الهاربين. وخلينا نفكركم ان محمد علي لما طلب من والي عكا ان هو يرجع المصريين اللي كانوا هربانين من التجنيد والضرائب، رد والي عكا كان ايه لو انت فاكر؟ رد والي عكا ان دول يحق ليهم ان هم يعيشوا في اي مكان طالما خاضعين للحكم العثماني او هم عثمانيين.
وبما ان عكا او الشام تابعة للدولة العثمانية فيحق ليهم ان هم يعيشوا. فاحنا هنا بنتكلم على رفض ولي عكا تسليم الفلاحين. يرجع دخول محمد علي في حروب لضم الشام الى رغبته في تحقيق اهداف ايه؟ هنا بقى عشان انا متوهكش خليني اعلمك حاجة كده فيها استبعاد كويس. محمد علي لما ضم بلاد الشام او كان عايز يضم بلاد الشام، هل كانت فيها حاجة دينية؟ اكيد لا. فدي عندك رقم واحد فيها دينية هتستبعدها، رقم ب فيها دينية تستبعدها. طيب محمد علي لما ضم هناك بلاد الشام، هل من ضمن اهدافه كانت فيها حاجة ليها علاقة بالعلم او بالثقافة؟ اكيد لا. بص كده بالاستبعاد: اقتصادية وسياسية واستراتيجية. اقتصادية، هيضم اراضي كبيرة جدا وهيعمل عندنا في امطار هناك وفي انهار في بلاد الشام، بالاضافة ان هو ينشط حركة التجارة هناك. سياسية، هو قدر يحقق اللي هو يوطد حكمه هناك ويكمل الرابطة العربية اللي بدأت في الجزيرة العربية وهو موجود مع مصر مع السودان وادي الشام، فقدر يفرض سيطرته السياسية على الأربع مناطق اللي احنا قلناهم دول. استراتيجية، قدر يحقق البعد الاستراتيجي لمصر من ناحية الشمال الشرقي، فهتلاقي ان اوقع اجابة هي الاجابة اللي احنا قلناها دي بالاضافة للاستبعادات. نجح محمد علي في دخول عكا على عكس نابليون، وذلك لنتيجة ايه الميزة او ايه الحاجة اللي عملها محمد علي ما قدرش نابليون يعملها او افتقدها نابليون؟ عدم وجود دعم خارجي لعكا. خلينا نفكرك ان نابليون في الفصل الاولاني حاول يدخل مدينة عكا بس ما قدرش. من ضمن الحاجات اللي ما قدرش يدخل بيها مدينة عكا دعم الاسطول الانجليزي لاهالي عكا، كان بيديهم المؤن والذخائر. طيب هل الفكرة دي كانت متوفرة ايام محمد علي؟ لا. علشان كده قدر محمد علي بقواته يصمد وقدر يفتح مدينة عكا ويضمها لأملاكه، وطبعا دي عكا كانت من ضمن فتوحات بلاد الشام. أمامك نص من مراسلات دارت قبيل حرب الشام، كتب والي عكا ردا على محمد علي، يعني الكلام ده قبل حرب الشام: إن هؤلاء 6,000 من رعايا السلطان وشأنهم هنا كشأنهم بمصر، فإن شئت فأحضر لأخذهم. فأجابه محمد علي: إني سأحضر لأخذ 6,000 وفوقهم واحد. طبعا القصة دي بتتكلم على رفض والي عكا ان هو يرد المصريين اللي كانوا هربانين من محمد علي، ومحمد علي رد عليه بقسوة وبعنف. طيب خليك بقى عندك، وانا هاجي اخد 6,000 المصريين الهربانين وهزود عليهم واحد اللي هو والي عكا يعني. هل الكلام ده كله من خلال الاختيارات اللي عندك بعد ما هتستبعد؟ هتلاقي ان الاجابة الواقعية ثقة محمد علي في قدراته العسكرية. كانت حروب محمد علي في الشام تهدف الى ايه؟ تحقيق الامن القومي لمصر. خد بالك ان ده البعد الاستراتيجي من المنطقة الشمالية الشرقية، وان محمد علي كان عايز يأمن حدوده بان هو يقدر يضم المجال الحيوي ليه، شبه الجزيرة العربية، السودان، وكمان الشام. عقد السلطان العثماني اتفاقية سرية مع روسيا في يوليو 1833، والكلام ده بسبب ايه؟ رغبته في تدعيم قوته العسكرية. وخلينا افكركم، كنت قلت لك قبل كده ان الدولة الضعيفة بتلجأ للتحالفات، فطبعا بعد صلح كوتاهية السلطان العثماني حس ان هو ضعيف وحس ان هو اعترف لمحمد علي واقر توسعاته، فكان بالتالي كان بيحاول يستعد ليه. خلينا بس اقول لكم نقطة للناس اللي هتوصل للنقطة دي في الفيديو. خلينا ابلغكم ان صلح كوتاهية دي ما هي اللي كانت خدعة من السلطان العثماني، والدليل ان بعدها السلطان العثماني عمل شوية اجراءات تثبت ان هو ما كانش راضي عن صلح كوتاهية، اهمها المعاهدة السرية اللي هي الدفاعية الهجومية ما بينه وما بين روسيا. طبعا لو السلطان العثماني كان موافق على صلح كوتاهية بشكل كامل وبشكل نهائي وكان مبسوط ان محمد علي يقدر ياخد كل الاراضي دي، اكيد ما كانش السلطان العثماني هيجهز نفسه، ما كانش هيعمل معاهدة دفاعية هجومية، ما كانش هيسمع لتحريض انجلترا، ما كانش هيدخل في حرب مباشرة مع محمد علي. فده معناه ان هو كان مضطر ان يعمل صلح كوتاهية علشان يقدر ينقذ الاستانة او ينقذ الدولة العثمانية من ان محمد علي يكون هو السلطان بذات نفسه. من الاجراءات التي يمكن تصنيفها في الجانب السلبي لمحمد علي بالشام فرض التجنيد الاجباري. وخليك حط نفسك كده ما بين بلاد الشام، لو نابليون هو اللي جه احتل مصر، ومن ضمن الاجراءات اللي عملها انه خد المصريين وجندهم تجنيد اجباري ودخلهم في الجيش الفرنسي.
انت حس كده الاحساس؟ اكيد طبعا انت بتحس بقهر وبظلم وباجبار، ان انت في حد خارجي جه استولى على املاكك واستولى على الثروات بتاعتك، وكمان بياخدك معاه في الجندية. ففرض التجنيد الاجباري ده يعتبر من النقطة السلبية. وخلينا اكد لك برضو على معلومة، النقطة السلبية دي ظهرت امتى؟ في معاهدة لندن 1840. خلينا افكرك ان محمد علي في البداية كان رافض، بس بعد كده اضطر ان هو يوافق على المعاهدة دي. من ضمن الاسباب اللي اجبرت محمد علي انه يقبل اتفاقية لندن او تسوية لندن، ان اهالي الشام عملوا ثورة ضده، لان هم كانوا شايفين ان حكم محمد علي بالنسبة لهم كان ظالم، لان كان فيه اجبار. دوافع محمد علي تجاه البكوات المماليك كانت بسبب رفضه امتلاك سلاح بعيدا عن يد الدولة، وهو ما يتشابه مع موقفهم من أمراء الشام. السؤال هنا بيقول لك ان بكوات المماليك محمد علي ليه كان طول الوقت شايفهم أزمة؟ لأن المماليك كانوا بيمتلكوا في إيديهم سلاح. ولو أنت بتتكلم على فرض هيبة الدولة، ما ينفعش إن الدولة تبقى متمثلة في الشرطة والجيش معاها أسلحة عشان تقدر تجبر الناس على فرض القانون، وتلاقي في أفراد من الدولة معاها برضه نفس السلاح. يبقى احنا كده داخلين في قصة حرب أهلية. فالطبيعي والمنطقي إن الدولة الوحيدة هي اللي بتمتلك القوة العسكرية عشان تقدر تجبر الناس الخارجين عن القانون بإن هم يسمعوا الكلام. الموضوع ده عمله محمد علي ضد المماليك وتخلص منهم. وبرضه احنا سمعنا التفاصيل دي كلها في أمراء الشام الإقطاعيين اللي هم كانوا معاهم الأسلحة، وتم إخضاعهم للحكومة المصرية لما تم تجريدهم من السلاح. ضم محمد علي للسودان. خروج محمد علي للحروب الشام جمع بين الحدثين ايه؟ تتبع محمد علي الهاربين من مصر. افتكر كده معايا الأحداث. محمد علي خرج للسودان عشان من ضمن الأهداف بتاعته إنه يقضي على المماليك الهاربين من مصر. طب وفي الشام إنه يرجع الناس اللي هربت من مصر في شكل الضرائب والعسكرية. ترتب على تجاوب محمد علي مع مطالب التحالف الأوروبي في نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي. خلينا نفكر الناس، انت لازم تفسر السؤال ده عشان تقدر تجاوبه إجابة صح، مش هتجاوبه كده يعني ايه بالبركة. بيقول لك هنا نهاية العقد الثالث من القرن 19. القرن 19 سنة 1800. العقد الثالث احنا بناخد الرقم رقم 3. العقد الثالث يعني 1800 ورقم 2 هنا. هنا بقى بالتحديد خلاص انا عرفت ان انا بتكلم في انهي فترة. بتكلم في الفترة من 1821 ل 1828. عرفت منين يا مستر؟ معلش المعلومة دي لان طبعا لو انا مذاكر وحافظ التواريخ وحافظ الاحداث بتاعت محمد علي، هعرف ان محمد علي تجاوب مع مطالب التحالف الاوروبي. ايه التحالف الاوروبي اللي ضم محمد علي وقارة اوروبا او دول اوروبا في الفترة دي؟ هتلاقي حروب اليونان. فلما تيجي ترجع عندك لتواريخ حروب اليونان هتلاقيها من 1821 ل 1828. فلما تيجي ترجع لرأس السؤال يقولك في نهاية العقد الثالث من القرن ال 18 اهو 1828، ده في نهاية العقد الثالث. طيب نرجع بقى للسؤال. ترتب على تجاوب محمد علي، النتيجة اللي ترتبت ان محمد علي سمع كلام الأوروبيين وقعد معاهم وعمل الاتفاقية اللي احنا عارفينها، تعكير صفو علاقته مع الأتراك. يعني العلاقة ما بين محمد علي وتركيا أو العلاقة ما بين محمد علي والسلطان العثماني تعكر صفوها، يعني ما كانتش ماشية بشكل كويس، حصل ما بينهم توتر. فخد بالك وانت بتحل لازم تجيب الأرقام لو طلب منك رقم، عشان ده هيسهل عليك كتير في الإجابة زي ما انت شفت دلوقتي. رغم الصراع الاستعماري والمصادمات العسكرية بين الإمبراطوريات الأوروبية، إلا أنهم اتفقوا على إيه؟ على الرغم أن كل أوروبا بتحارب بعض وكل واحد ليه مصلحته وفي سباق استعماري، إلا أن أوروبا اتفقت على حاجة من الأربعة اللي عندك دول. اتفقوا على تخوفهم من خطورة مصر على توازنهم الدولي. والكلام ده ظهر إمتى؟ في تسوية لندن، لما دول أوروبا تكتلت ضد محمد علي بقى هنا بقى بالسياسة وبالعسكرية وبالقوة عشان تجبره إن هو يرجع لحدوده مرة تانية. يبقى قارة أوروبا اللي كانت بتتخانق مع بعض قدر يلم شملهم محمد علي مرة تانية، لأن هم شافوا إن محمد علي خطر على التوازن الدولي، وإن محمد علي لو كبر أكتر من كده ممكن يأذي أوروبا نفسها. رقم 73. كانت الرغبة الأولى
عند محمد علي عندما قرر دخول الشام؟ ايه الرغبة الأولى عنده؟ دعم الأمن القومي، إنه يقفل القطعة دي عشان يقدر يعمل الرابطة العربية ويقدر يدعم الأمن القومي لمصر. طبعا لما هتبص على بقى الإجابات التانية هتلاقيها مش منطقية أو مش من ضمن أهدافه. 74. أراد محمد علي إكمال الرابطة العربية لمواجهة الرابطة العثمانية من خلال إيه؟ الوصول لحدود الأناضول اللي هي المقصود بها حرب الشام. فخد بالك، إكمال يعني آخر حرب دخلها محمد علي عشان يقفل بها الرابطة العربية اللي هي المقصود بها هنا حروب الشام والأناضول. حملة فريزر، حملة نابليون على مصر، حملة محمد علي على الشام، جمع بين الأحداث السابقة إيه؟ وخلينا نفكر الناس تاني، لما بيكون في هدف مشترك أو حاجة مشتركة ما بين 3 حاجات أو حاجتين لازم أقيس كل إجابة على ال3. نفع يبقى دي الإجابة، حد واحد بس خرج من المنظومة يبقى شكرا. فطبعا لما احنا هنيجي نبص بقى كده على كل الاختيارات اللي عندنا هتلاقي الإجابة الصح والمنطقية لل3 التعدي على السيادة العثمانية، يعني التعدي على أراضي أو على أملاك الدولة العثمانية. تم تقليم أظافر محمد علي من قبل الدول الأوروبية بعدما هدد مصالحها بتجاوز الحدود السورية. كلمة تقليم الأظافر هنا معناها إن دول أوروبا أدبت محمد علي أو ألزمته إن هو يرجع لحدوده، أو عملت شوية إجراءات تقل من قوته ومن قدرته سواء في مكانته السياسية أو العسكرية. فكلمة تقليم الأظافر يعني اللي أنا إيه بأدبك، برجعك لأصلك مرة تانية. فالكلام ده كله ظهر إمتى أو من خلال الإجابات اللي عندك؟ دعم موقف السلطان ضد الدولة المصرية، يعني دول أوروبا وقفت مع السلطان العثماني وشافت فرض ما تراه مناسبة في مصلحة الدولة العثمانية عن طريق فرض معاهدة لندن اللي أجبرت فيها محمد علي من ضمن نتائجها النهائية إن هو يتنازل عن كل أو معظم أملاكه الخارجية والتوسعات اللي عملها وهتسقط بها نظام الاحتكار. فطبعا ده كده يعتبر تقليم أظافر أو تأديب لمحمد علي. اتخذ محمد علي بعد ضم الشام إجراءات أضرت خد بالك بالوجود المصري هناك. ليه؟ فرض النظام التجنيد، لأن فرض نظام التجنيد ده عمل مشاكل لمحمد علي، وزي ما أنا لسه قايلك من شوية إن من ضمن الحاجات اللي خلت محمد علي يضطر إنه يوافق على تسوية لندن إن حصلت ثورة ضده في الشام، وكانت من ضمن الأسباب دي فرض التجنيد الإجباري. يتضح من الأسباب الظاهرية لتحرك محمد علي لضم الشام أن هذه الحرب كان يجب أن تتوقف بعد نجاحه في الاستيلاء على مدينة مدينة عكا. بالراحة كده، الأسباب الظاهرية لتحرك محمد علي لضم الشام. خلينا كده نشوف هو محمد علي فكر يروح يحارب في الشام ليه. أنا هنا طبعا خد بالك أنا مش بتكلم على السبب الحقيقي، لأن هنا في السؤال بيقول لك من الأسباب الظاهرية، يعني السبب اللي أعلنه محمد علي إنه داخل يفتح الشام أو دخل يحارب في الشام. إيه السبب الظاهري؟ افتكر كده لما والي عكا رفض تسليم الأهالي المصرية، صح كده؟ ده السبب. فمحمد علي قال لك ايه، انا داخل والله هحارب بقى والي عكا لان الراجل ده ما قدرش ان هو ايه يسمع كلامه وما رجعنيش المصريين. فلو محمد علي فعلا كان هدفه انه يرجع المصريين، فكان الطبيعي اللي يحصل انه يروح يحارب والي عكا وياخد عكا ليه ويضمها لاملاكه وياخد المصريين وشكرا ويقف عند عكا. والسؤال، هو محمد علي وقف عند عكا؟ اكيد طبعا لا. فده اكبر دليل ان محمد علي اتخذ الكلام ده كله ذريعة. لكن لو هو بيتكلم صح وكان هدفه الظاهري متوافق مع هدفه الباطني او من جوه منه، المفروض كان واقف عند عكا. بس طبعا هو ما وقفش عند عكا لان احنا كنا عارفين ان كانت طموحات محمد علي اكبر من كده بكتير. ترتب على ما جاء في مضمون النص المقابل تم ذكر ان انتصار الجيش المصري في معركة كونية 1832 ثم توقيع معاهدة كوتاهية 1833 أدى إلى خضوع ولاية سوريا وأدنى لمحمد علي باشا. فبقول لك ترتب على ما جاء في مضمون المقولة إيه؟ هو هنا بيكلمنا على حرب الشام، يعني بيتكلم إن محمد علي بالفعل خد أراضي الشام بالقوة العسكرية وبالصلح. فده كده معناه إيه؟ تأمين المجال الحيوي الشمالي لمصر. حاول محمد علي نقل تجربته في تكوين جيش حديث لأي من المناطق الآتية.
جيش حديث، يعني انت بتتكلم على جنود. لما هتيجي تبص على كل الاختيارات اللي عندك هتلاقي ان كلمة الجنود اتذكرت فين؟ اتذكرت في السودان والشام. السودان عشان يتم تجنيد السودانيين، والشام فرض عليهم تجنيد اجباري. ترتب على حروب الشام التي خاضها محمد علي من 1831 ل 1833. ترتب على الحروب دي ايه بقى؟ ايوه، تأمين المجال الحيوي لمصر من الشمال الشرقي. يتوقع إذا لم يصطدم محمد علي بالسلطان العثماني في الفترة من 1831 وحتى 1833 أن يتم إيه؟ يعني لو ما اصطدمش محمد علي بالسلطان العثماني في الفترة دي. طبعا لو انت رجعت لتاريخ الفترة دي هتلاقي ان الدولة العثمانية عقدت بعد صلح كوتاهية معاهدة دفاعية هجومية مع روسيا، فأصبح هنا في حليف لروسيا، أصبح هنا في حليف للدولة العثمانية واللي هي روسيا. طب لو محمد علي ما اصطدمش وما حاربش، فبالتالي ما كانش يحصل صلح كوتاهية، فالطبيعي منع ظهور روسيا كحليف للدولة العثمانية في الفترة دي. خد بالك، هو الراجل هنا اصطادك في التواريخ، واصطادك عشان يقدر يشوف هل انت مذاكر الحتة بتاعت صلح كوتاهية وما بعدها وما قبلها ولا لا. في ضوء دراستك لحملات محمد علي لضم بلاد الشام، استنتج تم إضفاء الشرعية على وجود محمد علي في الشام عقب إيه؟ يعني محمد علي أصبح موجود في بلاد الشام رسمي شرعيا بقى توقيع السلطان صلح كوتاهية، لأن الصلح ده بيقر بتوسعات محمد علي في بلاد الشام، فده كده معناه إن محمد علي أصبحت بلاد الشام رسميا في إيده. من المكاسب الاستراتيجية التي حققها صلح كوتاهية للدولة المصرية حفاظ الدولة المصرية على كيانها الإقليمي الجديد. كلمة الإقليم يعني جيرانك، الدول اللي حوالين منك، الحدود بتاعتك، المجال الحيوي. فطبعا ظهر لمصر هنا مجال حيوي جديد أو كيان إقليمي جديد. صلح كوتاهية أقر بتوسعات محمد علي زي ما اتكلمنا قبل كده في أكتر من سؤال. تمثلت أولى مظاهر انفصال السياسة المصرية عن السياسة العثمانية في النصف الأول من القرن 19. تمثلت في ده إيه؟ تفاوض دول أوروبا مع محمد علي لإنهاء حرب اليونان. خلينا أفكرك إن سنة 1517 هنا دخول الدولة العثمانية مصر، فما بقاش في سياسة خارجية للمصريين، أصبح السلطان العثماني هو اللي بيتولى كل شيء. أصبحنا تابعين للدولة العثمانية في السلم والحرب. يعني لو في أي اتفاقية مصر عايزة تعملها، مصر مش هتعمل حاجة، الدولة العثمانية هي اللي هتعمل الاتفاقية دي. السؤال بقى، هل بقى في الفترة بتاعت محمد علي في حروب اليونان التزم بما جاء في النص الشرعي اللي أنا لسه هقوله لك دلوقتي إن مصر تابعة شرعيا أو شرعا للدولة العثمانية؟ لا طبعا. فأصبحت لمصر سياسة خارجية في حروب اليونان لما قعد محمد علي وتفاوض مع الدول الأوروبية بشكل مباشر. أكدت نتائج الصدام العسكري بين كل من القوات المصرية والعثمانية في نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر. طبعا الحروب اللي هي قامت ما بين مصر أو جيش محمد علي يعني ضد القوات العثمانية. طبعا احنا عرفنا ان المعركة دي في النهاية انتهت بانتصار محمد علي الكاسح وضم الأسطول العثماني سلما. فده كده معناه ايه؟ امتلاك مصر مؤسسة عسكرية قوية، اللي انت كمحمد علي بمصر تقدر اللي انت تغلب الدولة العثمانية اللي المفروض كانت عندها ولايات ضخمة جدا وجيش ضخم. فده معناه اللي انت بتمتلك في الفترة دي مؤسسة عسكرية قوية. تناقض الموقف الروسي تجاه الدولة العثمانية خلال النصف الأول والثاني من القرن 19، فقد بدأ بالتحالف السري في يوليو 1833. نتيجة ايه؟ ايه اللي خلى الدولة العثمانية تلجأ لروسيا او روسيا تعمل تحالف مع الدولة العثمانية وتوافق عليه؟ قلت لك لسه في الصفحات اللي قبل كده او في الاختيارات اللي قبل كده، الدولة الضعيفة بتلجأ للتحالف عشان تحمي نفسها. يبقى ده كده معناه الوهن العسكري للقوات العثمانية، وكلمة الوهن يعني مرحلة الضعف الشديد جدا. ارتبطت تبلور فكرة الرابطة العربية لدى محمد علي في النصف الأول من القرن 19 بإيه؟ كلمة تبلور يعني تكون، يعني ظهرت الفكرة بشكل واضح قوي وأصبحت أكتر إلحاحا في النصف الأول من القرن 19. إمتى؟ في حروب المورة اللي هي حروب بلاد اليونان، لما محمد علي اتفق مع الأوروبيين بشكل مباشر. لما هتيجي تبص على حروب المورة هنا مش هتلاقيها،
بس هتلاقي الإجابة رقم د بتدل عليها. التوتر العسكري بين السلطان العثماني ومحمد علي. ما هو التوتر ده ظهر ليه؟ أيوة، ظهر نتيجة إن الدولة العثمانية اتضايقت إن محمد علي راح وعمل اتفاقية مع الدول الأوروبية بدون اللجوء للسلطان العثماني. يدل الموقف النهائي لأهالي الشام تجاه حكم محمد علي لبلادهم على إيه؟ بصوا هنا برضو في خطأ تاني وده عذرا يعني. الإجابة رقم ج، ما يعني نشطب كلمة الاقتصاد دي، فهي هتبقى الإجابة التوافق مع المواقف للدول الأوروبية. يعني دول أوروبا ما كانتش راضية إن محمد علي يتوسع، كل التوسعات دي في الشام والأناضول، لأن محمد علي قوته زادت أوي زيادة عن اللزوم، لأنه خلاص أصبح ملاصق لحدود الدولة العثمانية وللعاصمة بتاعة الدولة العثمانية. وطبعا ده اللي كانت بلاد الشام يعني كانت موافقة بيه، اللي هو احنا مع دول اوروبا، مش عايزين محمد علي يتوسع عشان ما ياخدوش اراضيهم. فعذرا بس على الكلمة الخطأ دي اللي هي اكيد غيرت في معنى السؤال. تسبب تهديد محمد علي للتوازن الدولي في البحر المتوسط في تكتل الدول الأوروبية ضده والتعاون مع السلطان، الأمر الذي أدى إلى إيه؟ طبعا محمد علي لما توسع الدول الأوروبية وقفت مع السلطان العثماني وتكتلت، وشوفنا ده في تسوية لندن. النتيجة النهائية كانت إيه بقى؟ القضاء على حلم محمد علي التوسعي. الدافع وراء فك محمد علي قيود صلح كوتاهية وإعلان رغبته الاستقلالية بشكل نهائي لقناصة للدول الأوروبية ارتبط بإيه؟ يعني إيه الدافع أو إيه الحجة اللي خدها محمد علي إنه ما خلاص أنا هفك قيود صلح كوتاهية وهعلن استقلالي عن الدولة العثمانية، وإن المنطقة دي أصبحت منطقة تابعة لمحمد علي فقط. ده كده استغل محمد علي إيه؟ استخدام أسلوب الفوضى المفتعلة داخل أراضيه. خد بالك ان من ضمن اسباب ان محمد علي جمع قناصل الدول الاوروبيه وقال لهم انا عايز استقل، ان السلطان العثماني بيعمل مؤامرات ودسائس ضد محمد علي. ما هي المؤامرات والدسائس دي يعني ايه؟ ان السلطان العثماني مثلا بيحاول يقتل محمد علي، بيحاول السلطان العثماني يعمل فوضى او يعمل ثوره داخل املاك محمد علي علشان يوقع نظامه. فهو استغل النقطه دي. طبعا هنا استخدم لك شويه كلمات علشان يبان ان الاجابه يعني صعبه بالنسبه لك. تفهم محمد علي أهمية موقع مصر الجغرافي. أي من الوقائع التاريخية التالية تؤكد ذلك؟ تخطيطه وخوضه بعض الحروب برغبته. فكرة أن محمد علي كان عارف حدود مصر وعارف الأمن القومي، فلما دخل حروب برغبته هو، إيه الحروب اللي دخلها؟ الشام والسودان، والاتنين دول بعد استراتيجي. الشام الشمال الشرقي، أما السودان المنطقة الجنوبية. فخد بالك. تدل خسائر السلطان في معركة نزيب على أي مما يأتي. السلطان لما بدأ يخسر في معركة نزيب، الكلام ده كله بيدل على إيه بقى؟ عدم تحسبه لقوة محمد علي، لأن السلطان كان شايف إن محمد علي عادي ممكن إن احنا نقدر نروح نواجهه في أي مكان، لكن طبعا الموضوع طلع أكبر منه لأن قوات محمد علي كانت أقوى بكتير، وده احنا شفناه في المعارك. تمكن الجيش المصري في الانتصار من قبل بقيادة إبراهيم باشا على العثمانيين في معركة قونية، واحتل أجزاء كبيرة من هضبة الأناضول حتى مدينة كوتاهية. فضول عبارة أظهر عقد اتفاق كوتاهية بين محمد علي والسلطان العثماني. أظهر إيه بقى الاتفاق ده؟ اختلال نظرية التوازنات السياسية الإقليمية والدولية. إن لما السلطان العثماني أقر بتوسعات محمد علي، هنا محمد علي كدولة توسعت، فأصبح في شخص جديد بيوازي السلطان العثماني في المنطقة، والشخص ده اللي هو محمد علي أقوى بكتير من الدولة العثمانية. فطبعا احنا عرفنا إن ده أصبح فيما بعد خطر على التوازن الدولي، ودول أوروبا كلها تكتلت ضد محمد علي. نستنتج من عدم استجابة محمد علي للمطالب الموجودة في النص المقابل على إيه؟ نبص كده على النص. بيقول لك كان القائد إبراهيم باشا ابن محمد علي قد ناشد والده، بيكلم والده وبيناشده بيقول له إيه؟ مواصلة الزحف حتى الأستانة لإسقاط الخلافة العثمانية. يشير بعض المؤرخين إلى أنه كان قادر على فعل ذلك الأمر. يعني إبراهيم بيبعت لأبوه محمد علي بيقول له سيبني أدخل الأستانة، خلينا نسقط الدولة العثمانية. والمؤرخين بيقولوا ان الكلام ده فعلا كان حقيقي، يعني ابراهيم باشا كان عنده القدرة ان هو يدخل ويسقط الخلافة.
نستنتج بقى من عدم استجابة محمد علي للمطالب الموجودة دي ايه؟ محمد علي كان أذكى، فكان بيفضل الحل السياسي مع الدول الأوروبية، لأنه لو كان دخل وضم الأستانة وأسقط الخلافة العثمانية زي ما قلت لكم قبل كده في الشرح، كان عارف ومتأكد أن الدول الأوروبية استحالة تسمح بسقوط الخلافة العثمانية. ساعتها كان هيواجه دول أوروبا بشكل مباشر عسكريا على الأرض، فهو حب انه يلجأ للحل السلمي او للحل السياسي، سواء ما بينه وما بين الدولة العثمانية او ما بينه وما بين اوروبا. فشل محمد علي في التمسك بموقفه تجاه ما ورد في تسوية لندن نتيجة فشله في ايه؟ يعني محمد علي في البداية لما اتفرض عليه معاهدة لندن رفض. طيب خلينا نفكر بعضينا، ايه السبب الاساسي اللي خلاه يرفض؟ موقف فرنسا لما تم استبعادها من التسوية دي وقفت مع محمد علي وقالت له انا معاك وفي ظهرك وارفض واحنا هنديك كل شيء انت محتاجه. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ فشل محمد علي في التمسك بموقفه، يعني محمد علي تراجع وقال لك خلاص انا موافق. ليه؟ بص الاجابة كده رقم 2، فشلوا في الاحتفاظ بثبات موقف شركائه الدوليين. المقصود طبعا هنا بشركائه الدوليين هي فرنسا في الاول كانت بتدعمه، ولما انجلترا بذكائها السياسي شافت ان فرنسا ممكن تبقى عدوة وتبقى واقفة مع محمد علي، بدأت لندن او انجلترا تستدعيه وتقول لها طيب تعالي ادخلي معانا في التحالف، وبالتالي فرنسا تخلت عن محمد علي. اختلف المشروع التوسعي لمصر في عهد محمد علي عن مشروع علي بيك الكبير من حيث ايه؟ الاتنين كان مشروع استقلال توسعي، بس مشروع محمد علي اختلف عن علي بيك الكبير في ايه؟ الموقف على المستوى الدولي. يعني التعامل الدولي مع محمد علي كان مختلف تماما مع التعامل مع علي بيك الكبير. اثبتت تسوية لندن 1840 اي من الحقائق التالية: سعي الدول الكبرى لثبات موازين القوى. لو انت بتحل الواجب ده ممكن تختار الإجابة رقم ألف اللي هي قمع الدول الكبرى لحركات التحرر. بس خد بالك، هو محمد علي ما كانش عايز يتحرر، يعني هو ما كانش راجل وطني مصري كان بيدافع عن مصر مثلا وكان عايز يستقل بيها، وما كانش مصر أصلا، فبالتالي هو ما كانش بيتحرر من احتلال أجنبي. لكن الإجابة الأدق هنا إن دول أوروبا كانت بتسعى لتثبيت موازين القوى، يعني السلطان العثماني زي ما هو عايزينه، دول أوروبا زي ما هي قوية، مش عايزين نسمح بوجود أي شخص تاني. عبرت السياسة الاقتصادية المصرية قبل تطبيق معاهدة لندن 1840 عن إيه؟ السياسة الاقتصادية لمصر كانت بتتكلم على السيطرة الحكومية الكاملة على أمور التجارة، اللي هو ده كان جزء من نظام الاحتكار يعني. قد تبخر المشروع فور اكتماله، عبارة يصح أن يطلقها محمد علي على أي المواقف التالية. طبعا بعد اجتماع الدول الأوروبية في 1840، المقصود باجتماع الدول الأوروبية في 1840 اللي هي هينتج بعدها مباشرة تسوية لندن. دول أوروبا قعدت بشكل مباشر مع السلطان العثماني لفرض ما تراه الدولة العثمانية تجاه محمد علي، وبمجرد ما الاجتماع بتاعهم ما خلص والسلطان العثماني قال لهم أنا محتاج إيه من محمد علي، وقفوا وجابوا محمد علي وفرضوا عليه معاهدة لندن. فبالتالي للأسف مشروع محمد علي التوسعي اتبخر بعد الاجتماع ده. يدل موقف فرنسا تجاه تسوية لندن سنة 1840. خد بالك أنا لسه قايلك موقف فرنسا في البداية دعمت محمد علي، وفي النهاية سابت محمد علي لوحده وانضمت للدول الأوروبية، فده كده معناه إعلاء لمصالحها الاستعمارية. أكد حرص الدول الكبرى على عقد تسوية لندن سنة 1840 على إيه؟ خد بالك السؤال ده جه في امتحانات قبل كده. الحرص الدول الكبرى على عقد تسوية لندن للدول الكبيرة، انجلترا وفرنسا والنمسا والدول دي كانت حريصة ان هي تجبر محمد علي على امضاء تسوية لندن، خوفها من التأثير المزعزع للاستقرار في حالة انهيار الدولة العثمانية. هنا الراجل استخدم لك كام كده مصطلح وكام لفظ حلوين. ليه دول أوروبا وقفت تكتلت ضد محمد علي؟ لأن هي كانت عارفة أن السلطان العثماني في الوقت ده كان ضعيف، فالدنيا مستقرة. الراجل ضعيف وإحنا كدول أوروبا بنقدر نمشي مصالحنا معاه والدنيا هتبقى تمام. طب لو محمد علي بقى هو بنفسه أصبح السلطان العثماني، ده كده معناه إيه؟ ده كده معناه
ان الامور اللي كانت مستقرة بالنسبة لنا هيحصل لها زعزعة، يعني هتختلف، هيحصل اختلاف في الامور. بدل ما احنا كنا بناخد اللي احنا عايزينه من السلطان العثماني لما واحد زي محمد علي يطلع للحكم، اكيد طبعا احنا هنواجه مشاكل، وده هيزعزع الاستقرار اللي احنا ما كناش عايزينه بعد انهيار الدولة العثمانية. فركز في السؤال ده. الحرب خدعة. الحرب خدعة. من خلال العبارة السابقة، من الأخطاء الاستراتيجية التي وقع بها محمد علي في مشروع الاستقلالي إيه؟ تلويحه برغبته الاستقلالية للدول الأوروبية. المفروض دلوقتي إن الحرب دي خدعة، يعني أنا ما اكشفش كل الأوراق بتاعة العدوي. فتخيل محمد علي جمع قناصل الدول الأوروبية اللي هو عارف إن هو أكيد أعدائه يعني، وبلغهم والله يا جماعة أنا بعتزم إن أنا أستقل عن الدولة العثمانية. طيب هل انت من وجهة نظرك شايف ان ده كده طبيعي؟ هو طبعا محمد علي بتفكيره في التوقيت ده هو كان عايز ياخد اعتراف دولي، بحيث انه لما يعلن استقلاله ما يواجهش مشكلة قوي. لكن طبعا طبقا للعبارة اللي موجودة عندي، الحرب خدعة، فاحنا هنختار الإجابة اللي أنا لسه مشاورين عليها حالا. إعادة معاهدة لندن 1840 ربط مصر بالدولة العثمانية من خلال عدة نصوص، أبرزها إيه؟ هتبص هنا كده على الحاجة المنطقية أو الأدق اللي هي تنفع اللي احنا ترجع علاقتنا بالدولة العثمانية مربوطة دفع جزية سنوية للسلطان. لأن معنى اللي انت بتدفع جزية سنوية يعني ضريبة سنوية، فاحنا أصبحنا تابعين مرة تانية للدولة العثمانية، والدليل اللي انت خاضع عليهم بتدفع لهم فلوس أو مبلغ كل سنة.